السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عملنا بقى النهارده كده عشان الحر طبقين رز بلبن. عملنا النهارده في البيت طريقه سهله وبسيطه. بصوا ما شاء الله اهو. انا مكانش عندي مكسرات النهارده كتير وما رضيتش احط مكسرات، قلنا هناكله كده ساده كده اهو. ممكن تحطي رشه شوكولاته مبشوره، رشه كاكاو الموجود عندك والمتاح عندك. عندك بقى جوز الهند، عندك فستق، اي حاجه عندك موجوده ممكن تضيفيه. يلا بينا نشوف مع بعض الفيديو ونشوف الطريقه عملناها مع بعض ازاي. معايا نص كوبايه من الرز، غسلتها كويس وصفيتها، وهنا حطيت لها كوبايه من الميه ونص كوبايه من اللبن، وبغليها كده في النار اهي لحد ما تدخل في سوا معايا عشان نعمل النهارده طبقين كده برز بلبن. يلا بينا بقى نشوف بقى المكونات، هنشوفها قدام كده على الرخامه. الرز بصوا دخل معايا كده لمرحله السوا اهو. هننزل بقى باللبن، لتر من اللبن، مش عامله كتير، انا عامله لتر من اللبن. انزل الكيس واعمل كيس تاني. هنا بقى هنحتاج له، انا سبت الرز يغلي كده مع اللبن. هنا نص كوبايه من السكر، حابه تضيفي اكتر براحتك. هاخد معلقه بس كده من ميه الورد، وما عندكيش ممكن فانيليا. ممكن هنا عندي معلقتين اهو من اللبن البودره، او لو عندك قشطه حطي، عندك كريم شانتيه حطي، الموجود المتاح عندك. انا عندي معلقتين دول من اللبن البودره، هنضيفهم دلوقتي. هنزل بقى بالسكر اهو. هنا بقى هحط معلقتين اللبن البودره، عندك كريم شانتيه ضيفي، عندك قشطه ضيفي، المتاح او الموجود عندي. اخر حاجه بقى هضيفها الفانيليا، ماء الزهر الموجود عندي، دي اخر حاجه. ممكن لو حابه تحطي وحدتين من المستيكه براحتك، حابه تحطي عودين قرنفل برضو براحتك، عود قرفه موجود عندك حطيه. نجيب بقى المضرب، اضربه كويس، اضرب السلك. بس هو كده معايا استوى ولف خالص الرز اهو. عايزه بقى تضيفي نشا براحتك، عايزه تسيبيه زي ما هو كده، في ناس بتحب تسيبه كده وفي ناس بتحب تضيف لي نشا. انا دوبت معلقه واحده بس كده، معلقه واحده بس نشا، مش حابه براحتك. هنزل بيها بس ويغلي، هسيبه يغلي عشان النشا يستوي فيه. واخر حاجه بقى هضيفها الفانيليا او ميه الزهر او الموجود عندي، هسيبه لحد ما يغلي. خلاص كده هطفي بقى عليه بقبق خالص اهو معايا. اخر حاجه بقى هنزل بالفانيليا، وهنزل بنقطه ميه ورد او ماء الزهر زي ما بتقولوا، بس كده هنغرفه بقى كده. خلاص بقى هنغرفه كده مع بعض. اي بولات عندك، اي كاسات المتاح عندك. طبعا هنمسحه. عندك بقى طواجن كده صغيره كده للفرن، ممكن تحطيه على وشه قشطه او حاجه وتدخليه الفرن ياخد وش، يبقى جميل برضو. كل ده من كيلو لبن اهو، وفي برضو لسه يجي يعمل بولتين معايا كمان.